منتخب مغربي لو كاري فينال نصف نهائي في المغرب يملك مجموعه متجانسه بالنظر لما شاهدنا تطور هذا المنتخب، بالنظر لما نشاهد مردود المنتخب ومردود باقي المنتخبات. جيراننا في المغرب مانيفيك لو كارت فينال مي دومي فينال سيمون فينال ممكن خمم يقول لهم تديوها بوركوا با سي كوم سا لو ديسكور اللي يكون تاع المدرب تاع المدرب فهمتي كيفاش وتاع لا فيدراسيون لازم تشرفوا نعرفوا دزنا هاد الطريقه هذيا هما يفون رودوبلي دي فور يلعبوا كوم كاع البلدان وتدخل لا موتيفاسيون يدخلوا بزاف دي بارامتر اللي يخليوا الفريق هذاك يدير ولكن كي نقول تحضر سا فو دير كو توجد فريق يكون قوي باسكو كوب دي موند سي نوتر ايتاب اللي تطلع راح تلعب مع دي ناسيون بوكو بلوز امبورطونت اوسي فهمني. درس المنتخب المغربي درس جيدا الطاقم الفني واللاعبين درسوا جيدا طريقه لعب بذلوا مجهودات كبيره باش يغلقوا المنافذ يعني يعرف يمشي الكره ويعرف يعني يخلق هذوك الثغرات باش يروح. المنتخب المغربي ما خرجش باش يخلي له الفراغات باش يباغثوا فيه وكان اول يعني فريق اللي بادر وضيع في مرتين على ما اظن او ثلاثه مقابل كذلك تضييع بعد يعني زياده من ثقه من الحارس شفنا قريب ولو كانت وضعيه تسلل. المغرب لما تمشي في الهجوم المعاكس دائما تكون خطيره. الشراسه القويه للاعبي المغرب كلما لاعب يتلقى الكره ولو ما يديهاش اللاعب المغربي يدير عليه شارج يدير عليه مخالفه يوجع. شوف كل لاعبي المهاجمين وسط الميدان والمدافعين كلهم كانوا يعطوا الاحساس اللاعبين انها راح تكون صعيبه عليه كل الكرات يلعبوهم ب 200%. هذا الشيء اللي خلاهم يمشيوا. هذا الشيء ما جاش هكذاك حكيم لان لو كان نشوفوا كل المسار تاع المنتخب وهذا ليس سهل في 4 مباريات واي مباريات. انا نظن ان هذاك الثبات الدفاعي اللي كان عنده ونقدر نقول له قوته في التعامل في الهجمات المرتده وفي الهجمات السريعه خلاته بهذا النمط تاع اللاعب يعرف كيف يتعامل مع منتخبات جيد في البلوك يعني. هل نعم مسير جيد تغييراته دائما تكون مليحه اختياراته للبدء دائما تكون مليحه دائما يعرف شكون اللاعبين اللي يبداو لاعبين اللي يكملوا تغييرات في الوقت يعيش المباراه. شفناه دائما ما يعمل الفريق الخصم تغيير يعمل هو كذلك تغيير. شفناه كيفاش عايش المباراه جاي يعمل تغيير في بالاريتي على ما اظن ومن بعد قال الحاكم توقف ما زال شويه يخير دائما يلعب على هذوك الجزئيات اللي يخلوه دائما عايش في المباراه. هذه هي. انا نظن اليوم قدموا مستوى جماعيا وفرديا كبير خلاهم يفوزوا يعني بجدارة. قبل اللقاء قلنا أن المواجهة تكون يعني صعبة خاصة على الفريق المغربي اللي قلنا لازم يقدر يحدث المفاجأة ولكن بشرط قلنا البارح ألا يستقبل أهداف. لأن في هذه الحالة حكيم لما تلعب على منافس أقوى منك نوعا ما كلما الوقت يمر انت تربح ثقه وهو يخسر من ثقه تاعو. وشفنا كيف يعني المنتخب المغربي قعد صامد وما حبش يخرج. شفت نعطيك مثل انت قناص سنايبر لو يخرج يكشف نفسه خلاص عليه مات ولو هو في كل ضربه يصيب. لما يكون يعني شوف الدرس المنتخب المغربي الدرس جيدا لأنه حضر اللاعبين جيدا من الناحية الفنية خاصة من الناحية التكتيكية كذلك أثناء المقابلة لأنه قرأ مليح المقابلة واللي عرف كيف يتعامل وخرج من 4-3-3 رجع إلى 5 تقريبا 4-1 كبيفو اللي كان يلعب عليه باش يضيع الوقت أكثر. دائما ما يروح في اللاكس تاع رجع شوية للوراء باش يكونوا 3 مدافعين. نظن الامور سارت بدرجه كبيره لصالح المدرب صالح اللاعبين. المنتخب الوطني المغربي من بين النقاط اللي تحسب ليه اللمسه تاعو في هذا المنتخب في هذا البدايه تاعو في المونديال. روح المجموعه كذلك روح المجموعه اللي عاود حياها
شفنا حتى خروج بعض اللاعبين الاساسيين، لان كانت حاضره دائما روح المجموعه، تحس باللي الفريق يلعب باش يربح، يلعب على جال المدرب، يلعب على جال صحابه. لذلك نظن بلي كذلك روح المجموعه عندها دور كبير في المقابله هذه. الحاجه المهمه اكثر انهم تقريبا مازال ما خسروش، ادوا في المستوى، مازال ما شفناش تقريبا طونفابل تاع المنتخب المغربي. إذا